غالي جدا، وبعد ذلك عرضيه داخل منطقه كبير بالنسبه لآدم فايلد كاكثر. وبالمناسبه الكره بمحاوله ملعوبه، لكن ياسين بونو في التوقيت المناسب يخرج امام باتشواي ويبعد الكرة. لله كرة بمحاولة داخل منطقة الجزاء رأسية بعد ذلك، لكن أبعدت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. ركلة ركنية، والاثنين موجودين في أرضية الملعب. تغطية دفاعية موجودة، عرضية داخل منطقة الجزاء الذي يلعب لنادي الوحدة. كرة بمحاولة، لكن أيضا صافرة موجودة من حكم المباراة سيزر راموس. خطأ لمصلحة المنتخب البلجيكي ولقائده. تركها إلى كيفن دي بروين. محاولة ملعوبة داخل بداية أحداث اللقاء، أمامية ملعوبة، لكن أيضا خروج من منير المحمدي، ولم يكن التفاهم موجود ما بين متفرد في استاد دوسيل. كرة بتسديدة اصطدمت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. ركنية الكرة طالت على حكيم زياش. وصل المحمدي، ملعوبة داخل منطقة الجزاء، رأسية من باتشواي. خطر، أسرع يا شباب. كرة بتسديدة في أحضان حارس المرمى منير. عادت من جديد، تسديدة تأتي من مسافة. حلوة الكرة والمحاولة. علت العارضة من زياش وتحول أن تتجاوز كورتوا، لكن كورتوا هو من تجاوز الصيغة. منطقة الجزاء لا زالت مستمرة وقائمة، ملعوبة تأتي والتسديدة إلى خارج أرضية الميدان. إذن هذا هو اللقاء الثاني. الأسماء وصل إلى الدور نصف النهائي. كرة محاولة عرضية ملعوبة، لكن الحمدي في التوقيت المناسب. منير يتصدى للمحمية، محاولة في الجهة اليمنى، انطلاق الآن، مغربية. خطيرة جدا لمصلحة المنتخب المغربي هذه الكرة وهذه الانطلاقة من أشرف حكيمي، والتسديدة بالقدم اليمنى لكن إلى خارج. محاولة تأتي ملعوبة خطيرة إلى خارج أرضية الملعب. والآن محاولة لمصلحة المنتخب المغربي، ملعوبة. جول. حكيم أسد الأطلس يزلزل الأرض تحت أقدام بلجيكا ويسجل أول الأهداف. يتقدم بنتيجة المواجهة. أول الأهداف للمنتخب المغربي. قادر ابن المغرب، قادر نرجع للحظة التنفيذ. الحكم اتخذ قراره. يلغى الهدف على حكيم زياش، لكن برافو المنتخب المغربي، برافو لأسود الأطلس في شوط أول مميز جدا، ظهروا من خلاله بصورة رائعة وسجلوا. ألغي الهدف بعد ذلك عن طريق حكيم زياش. شكرا للزميل خالد جاسم، شكرا لضيوفك الكرام في المجلس. الهدف لوجود التسلل. كرة لمحاولة وصلت إلى حكيم زياش يسدد، لكن في أحضان حارس المرمى تيبو كورتوا تصدى للتقدم، مر بشكل مثالي جدا وسدد. الله على منير، قمر ينير سماء الدوحة في مباراة اليوم. عن أشرف حكيمي، كرة بمحاولة رأسية لكن بعيدة عن المرمى إلى خارج أرضية الملعب. هذا أونانا. طيب المنتخب خطيرة في الجهة اليمنى، عرضية. الله ألمانيا، المغرب، البرتغال، وانضمت إليها السعودية. كرة بمحاولة حلوة الكرة الماضية، جميلة جدا. عادت الأنصيري لا مرة وقائمة لمصلحة المنتخب المغربي. تسديدة من هذا المكان بعيدة وضعيفة من نصير مزراوي، مرت إلى خارج، تصل إلى حكيمي، من حكيمي إلى كرة داخل منطقة الجزاء. خطيرة جدا وبعدت في التوقيت المناسب. وصلت إلى باتشواي، لعبت مرتدة لكن طالت. عادت من جديد إلى تورغن هازار، إلى البديل تيليمانس، ميرتز يسدد. الله يا محمدي، الله يا منير يا محمدي، يتصدى لمحاولة داخل منطقة الجزاء.
المحاولة لا زالت مستمرة. باتشواييه يسدد وسهل عن حارس المرمى منير المحمدي. رائع جدا منير، رائع جدا منير من خلال مباراة اليوم. تركيز كبير جدا بالنسبة للمحمدي والتصدي، لكن أيضا جدا لا زالت مستمرة وقائمة تسديدة لكن بعيدة تماما عن المرمى عن طريق البديل الى خارج ارضيه الملعب. كره بمحاوله ملعوبه لكن ايضا يا سلام يا سلام، كره بمحاوله مغربيه ملعوبه مباشره، جول جول جول. هذه المره اسود الاطلس تزهر في مدرجات المواجهه وياتي هدف التقدم الان، ياتي هدف التقدم الان. عبد الحميد دي بروين اماميه داخل منطقه الجزاء، مرت من امام الجميع يا نجمه تغني اطربت السامعين وسحرت الناظرين. نعم الكره ملعوبه داخل المنطقه راسيه، مرت الى خارج ارضيه الملعب، مرت ولله الحمد. سلامات مرت بجوار القائم، تحولت الى خارج ارضيه الميدان. بعد ذلك لوكاكو وكره لوكاكو الى خارج ارضيه الميدان. ركله درجات مره اخرى وتصرخ الجماهير، ومغربيه من اجل الثاني، مغربيه من اجل الثاني. انطلق يا ابن المغرب، انطلق يا ابن الصحراء. المحاوله الى كيفن دي بروين، ابعاد ياتي عن طريق تروسار، عرضيه داخل منطقه الجزاء ملعوبه داخل منطقه الجزاء، مرت من امام الجميع، تحولت الى خارج ارضيه الملعب. ركله مرمى خلال احداث اللقاء، اماميه ملعوبه السية داخل منطقة الجزاء، ابعاد في التوقيت. حمد الله يا عبد الرزاق فيك، لكن اماميه ملعوبه، مرت الى ركله مرمى الان، اول هدف يسجل مونديال 2002. كره بمحاوله ملعوبه داخل منطقه الجزاء، خطيره جدا للتاريخ أسود الأطلس يصنعون التاريخ هنا في شباك العريض، في شباك كورتوا، للتاريخ وللذكرى. الله منبت الأحرار في تربتك ينبت ويولد المغاربة متشبعين بالحرية، مشرق الأنوار منك تشرق والجمال والإبداع. خلاص سطر آخر يكتب في مونديال العرب، فخر آخر يرسم على صدور العرب، وكلمة أخرى تقال باسم العرب. وفي مونديال العرب يجب أن نتكلم بلسان عربي سعودي، وبلسان عربي مغربي، وبلسان عربي